ازيك يا صيدلي؟ وشونك يا ماما؟ جاتك داهيه في اللي مشغلينك. بس ما تنساش والنبي يا دكتور، بعد ما تخلص على الحاج تخش للحاج، اصلها تعبانه قوي وعايزاك. اهدي. مساء الخير يا حاج. مالك؟ سلامتك يا حاج عمر. سلامتي مين ان كنت مش عاوز تكتب لي على ابر ولا حجن ولا حاجه من اللي بسمع عليها وما بشوفهاش. انا يا حاج جالي رساله كبسول هرموتوتافين وحقن بريموتستول 250 مللي. خليه يكتب لك عليها، هتفرقعك يا ابني. هموت يا عالم هموت. بس اهدى يا حاج اهدى. يا راجل نفسي مقطوع وبطني بتكركب زي ما يكون فيها طحون الفن برازيلي. والله يا حاج لو كتبت لك على كل الادويه اللي في الدنيا ما هي نافعه معاك. ليه بقى؟ مش مريض زي كل المرضى؟ المريض ما يدخنش القرف ده يا حاج عمر. المريض ما يشربش الشاي الهباب الاسود ده يا حاج عمر. المريض ما يغيرش ريقه بكسمن بلدي يا حاج عمر. ما انا سيحته الاول يا صادق. المريض ما يتغداش بلية خروف في طاجن قوطه مسبكه يا حاج عمر. ما انا حطيت عليها لسان العصفور يا صادق. انت ما تعرفش ان ورد في الحديث الشريف جوعوا تصحوا ونحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا لا نشبع وقم عن الطعام وانت تشتهيه. وانت ما تعرفش ان كل ده دواء يا صادق؟ والدواء عندي متلتل؟ والله يا حاج انا ما اقدرش اكتب لك على دواء الا لو بطلت الحاجات اللي جايبه لك الكافيه دي. ما بليش انا من هنا وتهد انت من هنا. بالذمه ده كلام دكاتره ده توفيق. اسمتنا المهببه يا حاج عمر. العشاء يا حاج. العيال فين يا بيت؟ بيتعشوا بره. ده عشاك. ايه؟ كوز سمن بلدي ولية خروف؟ معقولة في حد بياكل الكلام ده؟ معقولة؟ نوعية الوجبة اللي سمعناها دي تودي في داهية حرفيا. تصور لو مريض ضغط بياكل الوجبة دي اللي مليانة ملح، أو مريض كوليسترول بياكل الوجبة دي غرقانة في الدهون، أو مريض سكر بياكل الوجبة دي اللي مليانة ممنوعات من نشويات وسكريات ودهنيات. احنا عايزين وجبة صحية، عايزين ننظم الوجبة. تنظيم الوجبة ده حاجة مهمة جدا، وتبقى كارثة لو ما نظمتش الوجبة على المرضى دول، خصوصا ان الكارثة تزيد لو عرفت انه في احصائية عالمية بتقول انه مريض السكر، في مريض سكر بيموت كل 6 ثواني من مضاعفات ومشاكل مرض السكر. فاحنا عايزين نحمي مريض السكر، مش نموته بالوجبة الغريبة دي. اتفضل يا دكتور. اللهم صل على النبي. جيب وعشه. والله دي احسن طريقه لتحديد النسل يا غجر. طب هل ممكن الوقاية من مرض السكر؟ نعم، 80% ممكن الوقاية من مرض السكر النوع الثاني. ممكن الوقاية من مرض السكر النوع الثاني بنسبة 80% لو المريض التزم بتنظيم نمط الحياة، وأقصد بذلك إنقاص الوزن ورياضة منتظمة ونظام غذائي سليم زي ما الدكتور هيحدده له بالظبط. لو اتبع التعليمات دي ان شاء الله ممكن الوقايه من مرض السكر بنسبه 80%، وممكن الشفاء من مرض السكر النوع الثاني. والشفاء هنا معناه ان هو هيمشي على نظام العلاج الغير دوائي ده، ال3 حاجات دول من غير ما ياخد دواء ان شاء الله.